ازاي تدربي جوزك وازاي تدرب مراتك بنفس الطريقة اللي بندرب بيها الكلاب. لا أنا ما اسمحلكش. لا بجد، في كتب بتتباع بتشرح للأزواج ازاي يطبقوا على بعضهم أسس تدريب الكلاب. لا من فضلك. في يا أستاذ؟ احنا صعايدة. وحتى في التراث بتاعنا تسمع جوزك على ما تعوديه. أمك مدوبهم 2. ودي تقريبا نفس الكلمة اللي احنا بنقولها للكلاينتس على كلابهم. اعقلوا كلمة. بس السؤال هنا، الناس اللي كتبت الكتب دي قصدها تحقر من الناس ولا فعلا في تشابه في طريقة تعلم السلوك بيننا وبين الكلاب؟ بص يا حاج، يعني مثلا في الكتب دي لو جوزك نزل الزبالة اديله بوسة، حضن، كلمة حلوة، بس من غير ما تبين ان هي حاجة عظيمة، لكن كافئيه. وانت لو شفتها بتغسل المواعين وقلت لها تسلم ايديكي، برضه مكافأة. ودي اول قاعدة في السلوك وهي التعزيز الايجابي. وانت مثلا لو مراتك فضلت تزن على حاجة معينة، تزن 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 تزن، وانت تطنش 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 لحد ما هي زهقت وبطلت، فحضرتك طبقت القاعدة دي. وانت لما بتحبي تثبتي عادة عنده بتفضلي تكرري، تصممي ان هو يعمل نفس العادة دي بشكل يومي. بس من الجوانب المظلمة لعلم السلوك هي لما اللي قدامك مرة يكافئك ومرة يعاقبك ومن غير ما تكون فاهم ده بيحصل ليه. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة، زي اللي ممكن يضربوا الكلب وبعد كده يدوله تريت. وده اللي هو التعزيز العشوائي، هو اكتر نظام بيخلق ارتباط مرضي وادمان. وده اللي ممكن يخليك لو انت في علاقة مؤذية جدا ومع كل لحظة اذى تفضل برضه متمسك بالعلاقة دي في انتظار اول لحظة مكافأة، زي بالظبط الكلب اللي ممكن ينضرب من مدرب ويرجع يبوسه علشان انتوا الاتنين مستنيين يمكن التريت ترجع. علم السلوك سواء بشري او حيواني مهم جدا، والمعرفة بيه لازم لها ضمير قوي، لانها سلاح ذو حدين، يا اما تستخدمه لبناء علاقة صحية يا اما يبقى نظام للسيطرة والتعذيب.